ليه بنحب الاشخاص الغلط؟ ليه ساعات بنتمسك بحد عارفين انه بيأذي بس مش قادرين نسيبه؟ ليه بنصدق الكذب حتى لو واضح قدامنا؟ احببت واخدا كتاب هياخدك في رحله جوه مشاعرك، هيفهمك ليه بتدخل في علاقات سامه وازاي تخرج منها من غير ما تخسر نفسك. لو حاسس انك في علاقه استنزفتك او لسه بتحاول تفهم اللي حصل، دكتور عماد رشاد عثمان بيكشف في الكتاب ده اسرار التلاعب النفسي وازاي في ناس قادره تستغل مشاعرك باسم الحب. الكتاب ده هيكون دليلك علشان تفهم الحقيقه وتبدا من جديد. هنبدا مع بعض تلخيص احببت واخدا بشكل بسيط وسلس علشان نوصل لأهم الأفكار بطريقة مفهومة ومؤثرة على قناة فكرة وكتاب. الأفكار الرئيسية في الكتاب: لماذا نحب الأشخاص الخطأ؟ ساعات بنكون فاضيين فبنحاول نملى الفراغ ده بأي حد حتى لو كان غلط. كمان التعلق المرضي بيسحبنا لناس مش مناسبين لينا، ده بيكون بسبب إننا محتاجين نحب حد أو بنخاف من الوحدة. ولما بنتعرف على حد بنشوف إن مفيش أفضل منه حتى لو مش مناسب، وفي الآخر بنتمسك بالأمل إنه هيتغير، بس الحقيقة إن مفيش تغيير حقيقي. ثانيا، صفات الوغد في العلاقة. الكاتب بيكشف عن صفات الوغد في العلاقة اللي بتخليك تتعلق بيه رغم انه مش بيستحق. اول حاجه، الوغد دايما بيظهر في البدايه بشكل مثالي وبيعرف يقول الكلام اللي نفسك تسمعه. بعد كده بيبدا يهملك ويقلل من قيمتك عشان تحس انك محتاجه اكتر. بيستغل حبك وحساسيتك لحد ما تضعف وتقع في فخه. مراحل العلاقه السامه. الكتاب بيوضح مراحل العلاقه السامه اللي بتبدا بالوهم والاهتمام الزايد من الشخص التاني، بعدها بيبدا التلاعب النفسي وتقليل القيمه الشخصيه للطرف التاني. مع مرور الوقت يبدا الشخص في العزله الاجتماعيه والسيطره على المشاعر لحد ما يتحول الى تدمير عاطفي تدريجي. وهنشرح كل خطوة بطريقة سهلة ومبسطة. التحرر من العلاقات المؤذية. التحرر من العلاقات المؤذية بيبدأ من انك تدرك انك في علاقة سامة وبتأذيك. بعد كده لازم تحط حدود واضحة وتبعد عن الشخص ده عشان تحمي نفسك. تاني خطوة انك تبني ثقتك في نفسك تاني وتعمل حاجات بتحبها وتكون مع ناس بيدعموك. بعد كده لو لازم تقطع التواصل تماما مع الشخص ده. واخيرا تقبل مشاعرك وتسمح لنفسك انك تشفى وتتعافى بعيد عن الألم اللي مريت بيه. هنبدأ نلخص كل فكرة على حدة بشكل مفصل علشان نوصل المعلومة بشكل بسيط وواضح. شكرا لكم على المتابعة، ولو عجبكم الملخص يا ريت تشاركوه مع اصحابكم علشان الكل يستفيد. دعمكم بيساعدنا نوصل لناس اكتر ونشارك المعرفة مع بعض. الفكرة الاولى: ليه بنحب الاشخاص الغلط؟ السبب في ده غالبا بيرجع للبرمجة العاطفية في الطفولة. لما بنكون اطفال ممكن نمر بتجارب زي الاهمال او تجاهل الحب، ده بيخلي دماغنا تتعود على فكرة ان الحب لازم يكون فيه ألم او جرح. لما بنكبر بننجذب للاشخاص اللي بيعاملونا زي كده. كمان في حاجة للقبول، بنحس ان احنا لازم نحب اي شخص بيظهر لنا اي اهتمام حتى لو كان مؤذي. التعلق المرضي زي ما بيشرحه الكاتب في احببت واخدا بيحصل لما الشخص يبقى متعلق جدا بشخص تاني لدرجة انه مش قادر يعيش من غيره. بيبدأ لما الشخص يحس انه محتاج الامان والحب اللي يجي من الشخص ده، ومع الوقت التعلق ده بيبقى زي الادمان. يبدأ الشخص يبني حياته كلها حوالين حد بيحس ان الشخص ده هو اللي بيخليه بيحس بالوجود والقيمة. التعلق المرضي بيخلينا نحس بمشاعرنا الحقيقية ومستعد نتحمل اي ألم علشان نحافظ على العلاقة دي حتى لو كانت مؤذية لينا. الانجذاب للشخصيات المتلاعبة بيحصل لانهم بيعرفوا ازاي يسيطروا على المشاعر ويوهموك انهم مثاليين. المتلاعبين شاطرين في اللعب على ضعفك ودايما بيحسسوك انك المشكلة. الكيمياء العاطفية بتخلي الجسم بيفرز هرمونات زي الدوبامين والاكسيتوسين اللي بيسببوا احساس بالسعادة وتعلق. في بداية العلاقة الشخص المتلاعب بيحفز الهرمونات دي بمواقفه الحلوه وكلامه المعسول. بعد فتره لما يبدا ينسحب او يعاملك ببرود، جسمك بيفتقد الاحساس ده فتبدا تدور عليه تاني. هنا بيدخلك في دايره ادمان عاطفي لانك بقيت مدمن للاحساس اللي صنعه جواك في الاول. الامل في تغيير واصلاح الطرف الاخر بيخلينا نتمسك بعلاقه مؤذيه. على امل ان الشخص بيتغير للافضل بنفضل نقنع نفسنا ان الحب والصبر ممكن يخلوا الشخص يبقى افضل. المشكله ان التغيير الحقيقي بيجي من رغبه الشخص نفسه مش من محاولاتنا المستمره لاصلاحه. بنضيع وقتنا على شخص مش مستعد يتغير. عشان نختار علاقات صحية ومتوازنة لازم ندور على شريك بيحترمنا وبيدعمنا من غير تلاعب او استنزاف. العلاقة الصحية بيكون فيها حدود واضحة، مساحة شخصية لكل طرف من غير احساس بالذنب. لازم يكون في تواصل صادق وكل طرف يكون قادر يعبر عن مشاعره من غير خوف. الاهم ان العلاقة تضيف لحياتنا راحة وسعادة مش توتر واستنزاف. الوغد في العلاقة زي ما بيشرح كتاب احببت واخدا بيتميز بالانانية والتلاعب العاطفي. دايما بيدور على مصلحته حتى لو على حسابك. بيبدأ العلاقة باهتمام مبالغ فيه وبعد ما بيتعلق بطرف تاني بيبدأ يتجاهله تدريجيا علشان يسيطر عليه. شاطر في اللعب على المشاعر. العلاقة معاه بتكون استنزاف نفسي وعاطفي لانه بيدي الحب بجرعات متقاطعة علشان يفضل مسيطر عليك. من اكتر صفات الوغد في العلاقة الغموض والتناقض، وده اللي بيخليك دايما في حالة حيرة وتعلق. تلاقيه يوم مهتم جدا وكلامه كله حب واليوم اللي بعده بارد ومتجاهل، فتسأل نفسك هو بيحبني ولا لا. الغموض ده بيخليك دايما في حالة سعي واشتياق لانك مستني اللحظة اللي يرجع فيها يهتم بيك تاني. في النهاية بتلاقي نفسك متعلق
بالشخص اكتر لمجرد انك عايز تفك اللغز اللي عايش فيه. حب السيطرة والهيمنة من صفات الوغد في العلاقة. بيحاول يفرض سيطرته على كل شيء حتى في القرارات الصغيرة. دايما بيحاول يقلل من مساحة التاني وبيحسسه انه مش قادر يعمل حاجة من غيره. بيستخدم اساليب تلاعب علشان يحسسه انه في حاجة دايما ليه، وفي النهاية بيخلق نوع من الاعتمادية بيخليه يحس انه مش قادر يعيش من غيره. الوغد في العلاقة مش بيدي استقرار عاطفي لان مشاعره دايما متقلبة. يوم بيكون في قمة الاهتمام واليوم التاني بيختفي او بيتجاهل الطرف التاني تماما. ده بيخلي الشخص التاني في حالة قلق وتوتر دايم لانه مش قادر يتنبأ بردود افعاله او مشاعره. في النهاية العلاقة بتكون مليانة بعدم امان. كل طرف بيعيش في حالة انتظار لحظة الاهتمام الجاية. مرحلة الاغواء في العلاقة السامة بتكون في البداية. الشخص المؤذي بيحاول جذب انتباهك بكل الطرق. بيظهر في صورة الشخص المثالي مع كلمات حلوة وافعال جميلة. بيخليك تحس انك لقيت شخص حياتك. بيغرقك بالاهتمام والوعود الكبيرة علشان تقتنع انه الشخص المناسب ليك. الهدف من المرحلة دي هو تتعلق بيه عاطفيا، لكن في الحقيقة الهدف الاساسي هو السيطرة عليك والاستفادة منك. مرحلة الهيمنة والتلاعب في العلاقة السامة بتبدأ بعد ما الشخص المؤذي يكسب ثقتك ويخليك تعتمد عليه عاطفيا. في المرحلة دي يبدأ يفرض سيطرته عليك تدريجيا سواء بالكلام او الافعال. يبدأ يقلل من مساحتك الشخصية وبيحسسك انك مش قادر تعيش من غيره. بيستخدم التلاعب العاطفي زي الغموض او الوعود الكذابة علشان يخليك عايش في حالة من الشك. مرحلة الهجر والتجاهل في العلاقة السامة بتكون بعد ما الشخص المؤذي بيكون سيطر عليك عاطفيا. يبدأ يتجاهلك بشكل متعمد ويقلل من اهتمامه بيك، فتبدأ تحس انك لوحدك رغم انه موجود. ده بيخليك تعيش في حالة قلق دايم لانك مش قادر تعرف اذا كان مهتم او لا. الشخص المؤذي في المرحلة دي بيستغل مشاعرك الضعيفة علشان يخليك تبذل جهد اكبر عشان تستعيد الاهتمام منه. مرحلة العودة واعادة التدوير بتحصل لما الشخص المؤذي يحس انك بدأت تفلت من سيطرته او تبعد عنه. بيستخدم اساليب تلاعب زي الاعتذار واظهار الندم وافتعال المواقف العاطفية علشان يلمع صورته من جديد. يمكن المرة دي هيكون مختلف، لكن الحقيقة ان ده مجرد فخ جديد. بتبدأ الدورة السامة من الاول. اول خطوة للخروج من العلاقة المؤذية هي انك تواجه نفسك بالحقيقة بدون اعذار او تبريرات. لازم تفهم ان الشخص ده مش هيتغير وان استمرارك معاه بيستنزفك نفسيا وعاطفيا. التعلق بالامل الوهمي بيطول معاناتك وبيعطلك عن حياة افضل. خليك واعي انك تستحق علاقة صحية مش لعبة تلاعب نفسي. قطع التواصل نهائيا. اي تواصل مع الشخص المؤذي هيخليك ترجع لنفس الدوامة حتى لو كان بدافع الفضول او الحنين. الحل الوحيد هو القطيعة التامة بدون رسائل ومكالمات او حتى متابعة على السوشيال ميديا. وجوده في حياتك باي شكل هيضعفك ويخليك عرضة للتلاعب من جديد. القرار صعب في البداية لكنه ضروري علشان تبدأ في تعافي. استعادة الثقة بالنفس. بعد العلاقة السامة ثقتك بنفسك بتكون مهزوزة بسبب التلاعب والاحساس بعدم القيمة. لازم تشتغل على نفسك من جديد وتفتكر ان قيمتك مش مرتبطة برأي شخص مؤذي فيك. مارس انشطة بتحبها، طور نفسك واحتفل باي انجاز مهما كان بسيط. كل ما تبدأ تهتم بنفسك هتحس انك اقوى واحق بحياة افضل. طلب الدعم والمساندة. الخروج من علاقة مؤذية مش سهل ووجود ناس تدعمك بيفرق جدا في الرحلة دي. ما تترددش في اللجوء لاصدقاء او اهل تثق فيهم. واحكي عن مشاعرك وما تخليش جواك. لو حسيت انك محتاج دعم اكتر ممكن تلجأ لمعالج نفسي يساعدك تتعافى. الاهم انك ما تواجهش المرحلة دي لوحدك لان الدعم بيسهل عليك الرحلة. علشان ما تقعش في نفس الفخ تاني لازم تتعلم تحط حدود واضحة في علاقاتك الجاية. ما تسمحش لحد يتلاعب بيك او يتجاوز راحتك النفسية لمجرد انك خايف تخسره. العلاقة الصحية بيكون فيها احترام متبادل مش تحكم وسيطرة. لما تحط لنفسك حدود وتحترمها هتجذب ليك ناس تحترمها برضه. الحدود هي دفاعك الاول ضد العلاقات المؤذية وهي اللي بتحدد ايه المقبول وغير المقبول في حياتك. الخلاصة ان كتاب احببت وغدا بيكشف ليه بنقع في حب الاشخاص الخطأ وخاصة الشخصيات المؤذية عاطفيا. بيوضح ازاي بتأثر البرمجة العاطفية من الطفولة على اختياراتنا في العلاقات وازاي التعلق المرضي بيخلينا نستمر في علاقات سامة. بيشرح مراحل العلاقة المؤذية من الاغواء وتلاعب لحد الهجر والعودة المتكررة. كمان بيكشف اساليب التلاعب العاطفي اللي بيستخدمها الوغد للسيطرة والاستنزاف النفسي. في النهاية بيدينا خطوات للتحرر من العلاقات المؤذية زي قطع التواصل واستعادة الثقة بالنفس ووضع حدود صحية للعلاقات المستقبلية. شكرا لمتابعتكم لينا من خلال قناة فكرة وكتاب لتلخيص اليوم. نتمنى يكون الملخص افادكم. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. كمان تقدروا تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم اللي ممكن يستفيدوا منه. استنونا في ملخصات جديدة لكتب مميزة تانية ان شاء الله.